عسلامة ومرحبا بكم في قناتي أسرار سناء. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله نكون عند حسن والدي وحسن متتبعيني. الوصفة اليوم مفاجأة، وصفة مختلفة. الوصفة هذه كما تشوفوا في الصورة وتتعجبوا وتتسائلوا معناتها شنو هذا. كما احنا نقولوا بالتونسي، هو صابون. طريقة مميزة، طريقة جميلة برشا. الطريقة هذه هي طريقة أو فكرة أمريكية، والصابون هذا غالي الثمن. هذه طريقة مبسطة لتحضير النوع هذا من الصابون. كما تشوفوا شكله طبيعي مميز. من الأعلى صابون، ومن الأسفل أو من تحت الشكل هذا اللي هي الليفة، أو كما احنا نقولوا في تونس حكاكة القراع اللي نستعملوه للحمام أو للاستحمام. هو مقشر طبيعي، وهي هذه الليفة أو حكاكة القراع اللي ما يعرفهاش، وهذا شكلها. يكون صابون مميز الحمام العروسة أو للجهاز، جهاز الزفاف. وإذا عجبتكم الفكرة هذه حطوا لي لايك أو جيم. مزيد من الاشتراكات. واصلوا معايا تفاصيل تحضير الصابون هذا، ومشاهدة طيبة. نحتاج لتحضير الصابون هذا بطبيعة الحال صابون. الصابون هذا كما تحبوا، يكون ملون أو أبيض أو معطر. أنا هنا اخترته معطر بالخزامة. والاختلاف هنا والغريب في الأمر في تحضير الصابون هذا هي هذه الليفة، أو كما احنا نقولوا في تونس حكاكة القراع. هي نوع من النباتات اللي معناتها تنتج النبتة هذه، معناتها تكون على شكل قرع، وثم معناتها نجفوها احنا معناتها ونوصلوا للنتيجة هذه أو الشكل هذا، الشكل المميز. أنا أعتقد العالم الكل يعرفوا. هذه معناتها للاستعمال للاستحمام للحمام، معناتها حاجة طبيعية. هنا قصيت الليفة هذه أو الحكاكة هذه، قصيتها دوائر بالشكل هذا. وهنا مش نستعمل السيليكون أو أي حاجة ما تفكروا فيها باش نوضع الشكل هذا، معناتها باش نتحكم في تحضير الصابون. كما شفتوا هنا معناتها غرستها في السيليكون هذا، وعلى شكل وردة. وينجم يكون دوائر، معناتها هنا شكل دائري معناتها عادي. المهم معناتها في نجموا ندخلوا هكا بالشكل هذا ونتحكموا في شكل الصابون. هنا بطبيعة الحال تكون عندي طنجرة خاصة للصابون، الملعقة خشبية خاصة للصابون، وهنا مبشرة باش نبشر بها الصابون، تكون زادة خاصة بالصابون. نبشر الصابون ونرجع لكم. هنا بعد ما بشرته ونبشره على الثقب الصغيرة باش يكون لنا بسرعة ما يحضر لنا ويذوب لنا. هنا مش نزيدو الصابون، هنا يوزن 100 جرام. هنا مش نضيف له نصف كاس من الماء، ونحطه في بان ماري أو حمام مائي، ونواصل في تخليطه هكا، ما نبعدش عليه لين يذوب تماما. واذا نقص شويه ماء وما لقيناش كيما حشتنا به نزيدوا الماء، معناتها فما حتى مشكله. نرجع لكم بعد شويه. كيما تشوفوا هنا بعد ما ذاب الصابون معناتها القوام نتاعو هكا، وزدت وانا الماء معناتها كاس الا شويه. انتم ما تضيفوش برشا من الماء، وشوفوا معناتها وزيدوا بعد مش مشكله. المهم يكون القوام هكا.
تو باش نصبو مباشرة، ما تلزم مباشرة. بسم الله. هنا كما تشوفوا بعد ما صبيته، هنا اللي فضل صبيته في الباقي السيليكون. هنا مش ننظف شوية، نمسح شوية. بعد نكمل ننظف. هنا نحطه في الثلاجة تقريبا ساعتين، وبعد نخرجه من القالب بالسيليكون، ونزيد نجفه 3 أيام 4 أيام معناتها في الهواء، مش في الشمس، معناتها مثلا في الشباك، وبعد نستعمله وتو تشوفوه كيفاش يكون حاضر إن شاء الله.